أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كاين واحد أنباء على إطلاق سراح ضريس فرحان اللي هو دابا معتقل في بريتشيا شمال إيطاليا. أنا قلت لكم ونقدر نعاودها بأن إدريس فرحان غادي يطلقوه. فوقاش؟ ما عرفت فوقاش، هادشي ما خصوش يتعطل. غادي يطلقوا إدريس فرحان. شنو وقع بأنهم العدالة القضاء الإيطالي كيحقوا معاه في قضايا أخرى. من جات هاد القضايا أخرى؟ جات من المغرب، من الدولة المغربية. واحد الشكايات جاو من المغرب باش يزيدوا زعما يغرقوا ضريس فرحان. وهاد الشكايات هادو كيأكدوا السلطات الإيطالية، العدالة القضاء الإيطالي، بأن هنا كاين واحد المؤامرة ضد ضريس فرحان. ضريس فرحان غيطلقوه. هاد الأسبوع جا وزير الداخلية ديال إيطاليا ماتيو بيانتيدروسي المغرب. هاد الوزير جا باش يتكلم على الهجرة السرية حقيقة صح، ولكن بحاجة الزيارة ديال وزير الداخلية جات 8 مورا الزيارة ديال الشيف ديال البوليس ديال إيطاليا المغرب. هذا الحب الكبير هذا بين المغرب وإيطاليا. دابا اللي كاين قضية ضريس فرحان. ولكن أنا نكرر ونعاود من جديد، ضريس فرحان غادي يطلقوه لابد. باش شي وحدين باغيين يعطلوا اطلاق سراح ديال ضريس فرحان، ولكن غادي يطلقوه. وخبر اخر كيظهر لي ما غاديش يعجب شي ناس، الموقع ديال شروق نيوز 24 غادي يرجع للعمل دابا. ما عرفتش واش هاد الاسبوع ولا الاسبوع الجاي، ولكن غادي يرجع للعمل. ولكن اليوم جيت باش نتكلم على حاجه اخرى. يوم الجمعه مقبل الساعه ديال 11 الصباح بواحد القاعه بغرفه جرائم الاموال في محكمه السيناف ديال الرباط. واش غادي يحكموا ديك الناس اللي سرقوا الفلوس ديال المغرب ودوهم للخارج، ولا خلوهم كاع في المغرب؟ لا. واش غادي يحكموا ديك الناس اللي هزوا الفلوس من المغرب، هزوهم ودوهم للخارج؟ كلشي كاينين في الفضائح ديال بحال دابا الباناما بيبرز، ديك البنكه ديال HSBC، كلشي كينسمى السميات، كلشي. دونك يوم الجمعه بال11 الصباح في القاعه 8 بغرفه جرائم الاموال ديال محكمه السيناف ديال الرباط غتكون هنا محاكمه الوزير السابق والنقيب الاسبق لهيئه المحامين ديال الرباط محمد زيان. النقيب محمد زيان دابا الان حاكمين عليه ب3 سنين ديال الحبس. دابا هو في الحبس، شيخ كاع ديال المعتقلين السياسيين في المغرب وكاع في العالم، 82 سنه محكومين عليه ب3 سنين ديال الحبس. ولكن شي وحدين باغين يزيدوا له كثار من ديك 3 سنين ديال الحبس باش يموت في الحبس، ويقولوا هما لا حنا ما قتلناش، مات في الحبس 82 سنه. بعد شنو هما ديك الاتهامات الموجهه لزيان اللي ادت الحكم ديال 3 سنين ديال الحبس؟ شنو هما الاتهامات اللي داوها اللي حكمت عليه المحكمه 3 سنين ديال الحبس؟ شنو هما؟ عملوا له واحد اللائحه، واحده منها هي اهانه رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبه قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات. انتوما ما عرفتوا حتى شي واحد هنا في المغرب يوتيوبر كيسب القضاء؟ عرفتوا ولا ما عرفتوش؟
التهمه اخرى هي اهانه هيئه منظمه. اجي ما عرفتو نتوما حتى شي مغاربي دابا شي مغاربي شي يوتيوبرز كيسب الهيئه المنظمه. كذلك كتعرفوا بزاف الناس كيسبوا الموظفين، كيدخلوا المغرب وكيخرجوا وما كاين مشكل. كيسبوا القضاء، كيدخلوا المغرب وكيخرجوا وما كاين مشكل. تهمه اخرى هي ادعاءات ووقائع ضد المرأة بسبب جنسها. دابا الأستاذ زيان كذا اللي سب شي امرأة، ما كتعرفوا نتوما حتى شي يوتيوبرز دابا في المغرب كيسب النساء وكيسب كلشي. هادو هما التهم، واحدين من ديك التهم اللي ادوا الى 3 سنين ديال الحبس ديال الاستاذ زيان. الوغ كو الان دابا حنا كنشوفوا الناس كيسبوا انا قلت لكم الرئيس ديال النيابه العامه، قضاة، بوليس. دابا في المغرب كاين ناس كيسبوا البوليس والقضاة والنيابه العامه، ما كاين والو، كاين حتى شي حاجه، والو. الناس ساكتين كيتسناو تعليمات من الفوق. ولكن قبل انا سمعت شي واحد قال لك، سمعت واحد الفيديو، واحد التصريح، واحد المحامي قال لك واه استاذ زيان ارتكب واحد الاخطاء. شنو هي الاخطاء هذه؟ شنو هي؟ زيان ارتكب واحد الاخطاء في واحد الماضي بعيد، ولكن هو اعترف بديك الاخطاء ديالو، اعترف بها. بحال قضية أبراهام الصرفاتي، التعامل ديالو مع قضية أبراهام الصرفاتي، هو رفع دعوة اسم الدولة المغربية ضد نوبل الأموي. هو دعا باسم واحد العميل ديال المخابرات الفرنسية لو جورنال ديال أبو بكر الجمعي. حتى كاع الصديق ديالي الأخ ديالي حمد السنوسي بزيز كان كيهاجمو أستاذ زيان، السيد ضحية ديال الدولة ديال النظام، وكيجي أستاذ زيان وكيهجم على بزيز. ولكن زيان تبدل بزاف، دافع على الحراك ديال الريف، دافع على الزميل توفيق باشاين، دافع على بزاف الناس. واخا هو السبب، هو كان السبب باش لو جورنال ديال ابو بكر الجمعي تشد غلقوه، قتلوهم بالضرائب، قتلوهم ديك الغرامات وشدوا. السبب ديالو كان استاذ محمد زيان. بشي انا قلت له في ديك الوقت قلت له وعاودت له. دابا علاش غادي يحكموا الاستاذ زيان؟ علاش غادي يحكموه نهار الجمعه الجايه؟ علاش الاستاذ زيان غادي يخرجوه من الحبس؟ هو ديجا محكوم عليه ب3 سنين الحبس، وغيديوه المحكمه ديال الاستئناف ديال الرباط باش غادي يحكموه عاود مره ثانيه. انا قلت لكم باغيين يخليوه هذا سنين في الحبس. كيتهموه، كيقول لك استاذ زيان ما رجعش واحد الاموال غير مستحقه لخزينه الدوله. الدوله كتسبق الفلوس للاحزاب السياسيه في المغرب باش كيتقدموا انتخابات، وحنا كنتكلموا هنا على الانتخابات ديال 2015. هادشي العالم كامل، الدوله كتسبق الفلوس للاحزاب باش كيمشيو كيشاركوا في الانتخابات. وابري كتجي كتقول لهم واش استعملتوا هاد الفلوس كامل؟ ما استعملتوش، باقي لكم ما باقي لكمش. كاين بزاف ديال الحوايج كطلب الاحزاب، ماشي غير في المغرب، فرنسا، في ايطاليا، في الدول الاخرى، كتقول لهم رجعوا لنا الفلوس اللي ما استعملتوش ولا الفلوس اللي ما استحقتوش. انا ما عمري سمعت انا في شي دوله، اما في فرنسا، في ايطاليا، البرتغال، الدول الديمقراطيه، حاكموا شي حزب علاش كيقولوا له ما رجعتيش الفلوس. الحق حنا نرجعوا الفلوس، ترجعوا الحق حنا نرجعوا ونشرحوا. المجلس الاعلى ديال الحسابات هو اللي كيقول شكون اللي خصو يرجع الفلوس وشحال خصو يرجع الفلوس. المجلس الاعلى ديال الحسابات ديال المغرب. علاش هذا المجلس نهار اللي كيلقى شي
اختلاسات كي راسل النيابه العامه ديال المغرب كيقول لها هذا الحزب هذا ما رجعش الفلوس ولا دار الفلوس ولا سرق الفلوس ولا، والنيابه العامه هي اللي خصها تحقق المتابعه. في هذه الحاله هذه المجلس الاعلى ديال الحسابات ما كتبش النيابه العامه، ما قال والو النيابه العامه، ما قال لا والو، ما قالش خصكم تتبعوا الحزب الليبرالي ديال الاستاذ زياد في ديك الوقت. وهنا ظهر واحد السيد سميتو اسحاق شارية، محامي مغربي، هو حاليا رئيس ديال الحزب الليبرالي اللي اسسو النقيب محمد زيان. هاد اسحاق شارية ولا رئيس ديال الحزب الليبرالي عبر واحد الانقلاب ضد محمد زيان ورجع هو رئيس ديال الحزب. هاد شارية كيعتبروا بزاف الناس هو من ديك مؤسسين ديال الشباب الملكي في عام 2011 و2012. هذا وديك الاصدقاء ديالو ديال ديك الشباب الملكي ولا ما سميتو كانوا كيخرجوا للزنقه وكيلوحوا البيض على ديك المتظاهرين ديال 20 فبراير. دونك هاد اسحاق شارية دخل الحزب الليبرالي، كان في الحزب الليبرالي ديال الاستاذ زيان، وفي 2014 طلب قال لهم انا بغيت ندخل في ديك الحزب ديال بولحيه اسلاميين، حزب العداله والتنميه PJD، بغى ديك انضمام الى الحزب ديال عبد الاله بن كيران وديك الاصدقاء ديالو ولا الباندا ديالو. والحزب ما قبلش هاد اسحاق شارية، ما قبلوش، وقالوها بكل صراحه في واحد البيان خرج في الموقع ديالهم وكتبوا كاع سابقه جوج نقط. قال لك حنا ما كنقبلوش هاد اليهودي كيفاش ما كتقبلوش اليهودي؟ قال لك حنا ما كنقبلوش هاد اليهودي، هادي سابقه، اليهودي بغى يدخل معنا في الحزب، حنا حزب اسلامي هو بغى يدخل معنا. وفي ديك الوقت كان خرج اسحاق شارية عطى واحد التصريح 360 قال لهم ارفضوا ربط ديانتي اليهوديه بانضمامي للمصباح. المصباح هو الحزب ديال PJD. وابري تقلب عمل واحد تصريح اخر قال لهم انا ما عمري كنت انا يهودي، انا جيت الوالدين ديالي وجدي ما عمري كنت انا يهودي. ديك التصريح اللي عطيتي 360 انا بعد لي انا شخصيا انا ما كنعرفش علاش كيخلطوا الناس الدين مع السياسه. انا ما متفق مع PJD ما يقبلوش هذا السيد علاش هو يهودي، علاش؟ ولا هو مغربي عنده الحق يمشي فين ما بغا. الحق انا اللي ما فهمت هو كيفاش هذا السيد هذا كيقول يهودي عاود كيقول ماشي يهودي، ولكن ما قبلوش قالوا له حنا ما نقبلوكش. هو رجع ديك الساعات الحزب الليبرالي، هو كان بغى يسلك من الحزب الليبرالي باش يمشي PJD، ما قبلوش، رجع الحزب الليبرالي بموافقه شكون؟ الرئيس والمؤسس ديال هذا الحزب الليبرالي هو محمد زيان. فات واحد الوقت وتآمر على هذا السيد هذا اللي قبلوه باش يرجع للحزب، ودابا هو الرئيس ديال هذا الحزب الليبرالي. ولكن هذه السياسه هي القوالب، هي المؤامرات، هي ديك الفعيل اللي ماشي هي ديمقراطيه. دابا شنو وقع؟ ملي جاو على محمد زيان من الحزب الليبرالي جا هاد اسحاق شارية كرئيس جديد للحزب الليبرالي مورا ديك المؤامره اللي عمل ضد الاستاذ زيان، وحطوا الشكايه بالاستاذ محمد والنقيب محمد زيان. حركوا شي واحد حركوا شي جهات ماشي غيعملوا انقلاب ضد الاستاذ زيان، لا باغيين كانوا يتابعوه، باسكو الاستاذ زيان كيهضر كيتكلم ما كيسكتش. وهاد اسحاق شارية
كيقول في ديك الشكوى والشكايه ديالو بان زيان ملي كان رئيس ديال الحزب الليبرالي ما رجعش ديك الاموال الغير المستحقه لخزينه الدوله. هادشي كيقول هو. قال لهم هاد السيد هذا ما رجعش ديك الفلوس. شنو هي المعنى؟ هو شدو حطو في جيبو ياك. ولكن الدوله ما قالت والو، ما تشكات. علاش هاد اسحاق شهريه مشى تشكى؟ المجلس الاعلى ديال الحسابات ما تشكاش، ما كتبش واحد النيابه العامه. هادشي حنا كنعرفوه. كيطلبوا لهم كيقول لهم ما استحقوش هاد الفلوس، وكاين واحد النقاشات كيرجعوا شي فلوس ولا ما كيرجعوش، ولا كيرجعوا زعما ما كاينش، ما كيمشيوش الناس النيابه العامه، ما كيحكموش الحزب، كيتفاهموا معاه. وبزاف د المرات ديك الحزب كيرجع الفلوس للدوله. ملي خرج ديك الفيديو اللي كنشوفوا حنا الناقب زيان خارج 82 سنه وحالته حاله، وداو هذيك محكمه الاستئناف باش يحاكموه واحد القضيه. القضيه هذه دابا ولات قضيه وهميه. شنو وقع؟ تحت الضغط ديال الشعب المغربي. ناض هاد شهريه، اسحاق شهريه الرئيس الجديد ديال الحزب الليبرالي، وذكر بان كاين واحد الحقائق اللي هو كنعرفهم، حنا كاملين عارفينهم. عاد هو ذكر هاد السيد اللي حط واحد الشكايه ضد استاذ زيان، عاد ذكر كاين واحد الحقائق خصهم يتقالوا. كاين تقارير ديال المجلس الاعلى للحسابات كتقول بان الحزب المغربي الحر هو ديك الحزب الليبرالي ورجع ديك المبالغ المذكوره. العجب كيفاش هاد الحزب هذا اللي كتقولوا ملي كان ترأسه محمد زيان داه الفلوس، دابا كيقولوا لا 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 ديك الفلوس رجعوا للخزينه ديال الدوله. ناض هاد الشهريه ونشر واحد البيان. دونك هاد اسحاق شهريه في هاد البيان ديال 22 ماي 2024 هاد الشهريه الرئيس ديال الحزب الليبرالي كيخبرنا بان الحزب الليبرالي هذا قدم هاد الشكايه بمطالبه الوزاره الداخليه. هادشي مكتوب. وكيعترف بان المبالغ موضوع الشكايه اللي حط هو ضد الاستاذ زيان رجعوا ديك الفلوس للخزينه العامه، الخزينه ديال الدوله. الفلوس رجعوا للصناديق ديال الدوله. ديك الفلوس اللي غتقول له المحكمه نهار الجمعه الاستاذ زيان فين هاد الفلوس؟ اش ما رجعتي الفلوس؟ هما في الخزينه ديال الدوله. هادشي مكتوب ديك البيان ديال اسحاق شهريه ديال الحزب الليبرالي. وكثار من هادشي. هاد الحزب الليبرالي كيقول لك دابا انا سيدي كنتنازل على هاد الدعوه. علاش كتنازل على الدعوه ضد الاستاذ زيان؟ الفلوس رجعوا للخزينه ديال الدوله. وعلاش غتحاكموا هاد السيد نهار الجمعه؟ ودابا لخصوا الله يخليكم. واش دابا متبعيني ولا لا؟ لخصوا استاذ زيان متبوع من طرف النيابه العامه كتقول له كاين واحد الفلوس شديتي في ديك الانتخابات ديال 2015، شي حاجه من ديك الفلوس ما كنتي كتستحقها، خصها ترجع للخزينه ديال الدوله. جا هاد شهريه اللي حط الدعوه ضد استاذ زيان قال لك ديك الفلوس رجعوا للخزينه ديال الدوله. علاش حنا غنحاكموا هاد السيد نهار الجمعه؟ واش راحوا لينا؟ وشنو غيقول له دابا القاضي نهار الجمعه؟ يقول له انت ديتي الفلوس هما في الخزينه ديال الدوله. كيقول هاد السيد هذا اللي حط به الشكايه. واش دابا فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ دابا غادي يحكموا واحد السيد غيقولوا له انت ديتي واحد الفلوس. ما عمرهم كيحكموه هما بعدا شي رئيس حزب. انا بعدا شخصيا ما عمري سمعت هاد القضيه، ما نعرف ما عندي اخبار. ما عمرهم كيحكموا كيتابعوا شي رئيس ديال الحزب على قضيه الفلوس. كيتفاهموا كيقول له بعطيني 4 سنين نرجع لك الفلوس، ولا عطيني 5 سنين تفاهم معايا. ما كيديوش الناس الحباسات ولا القضاء على هادشي ديال الفلوس. دابا انا كنتسائل كيظهر لي انا المحامين ماشي غير ديال هيئه الرباط، حقوقيين
سياسيا المغاربه كاملين خصهم يتسائلوا معايا علاش حنا غنحاكموا هذا الاستاذ زيان. هذا السيد هذا اللي تبعه بامر من الوزاره الداخليه هو هذا اسحاق شرير الرئيس الجديد ديال الحزب الليبرالي، كيقول لك انا الفلوس هادو اللي كتقول لنا الدوله ورجعوا للخزائن ديال الدوله، وهنا ما كاينش شكايه، حنا سيدي انسحبنا صافي، حنا تنازلنا على هاد الشكايه. باش غادي يعمل الاستاذ زيان هاد الجمعه في ديك المحكمه؟ باش غادي يعمل هاد السيد هذا في ديك المحكمه؟ واش هادشي اللي كنقول واش كذوب؟ وكاين بيان ديال الحزب الليبرالي مسلم عند اسحاق شرية اللي حط دعوى ضد الاستاذ زيان، كيقول لهم وزاره الداخليه هي اللي دفعتني ندعي الاستاذ زيان. هو ما عندوش الحق هو يدعي الاستاذ زيان. المجلس الاعلى ديال الحسابات كيقول هو هاد الفلوس هادو ديال الدوله اللي كتطلب الدوله، اللي الدوله غتحاكم هاد السيد هاد الجمعه، هاد الفلوس هادو ورجعوا للخزينه ديال الدوله، رجعوا بشويه بشويه بطروفه. هادشي اللي كيعمل كلشي بطروفه رجعوا للدوله. وكيقول هاد اسحاق شرية في هاد البيان ديالو كيقول حنا سيدي تنزلنا صافي، ما بقات قضيه. اش غتحكموا نتوما هاد السيد 82 سنه، واخا يكون عنده 30 سنه، واخا يكون عنده 21 سنه، وما كاين قضيه، ما كاين قضيه. شنو هذه الزريبه ولا هذه السيبه؟ انا كتسالوا صافي، نتوما تسالوا معايا عاود. دوك نهار الجمعه غادي يحاكموا الاستاذ زيان على واحد القضيه وهميه، وهو هذا. الى اللقاء، مع السلامه.